صرح الرئيس الجزائري بوتفليقة أن الجزائر لن تقيم بعلاقات مع ثوار الجردان. الجزائر مع القذافي ظالما مظلوما، والجزائر ستحارب الجردان الثوار. كما أن الجزائر ستكون ضد الشعب الليبي على طول السنين. إن الجزائر لن تعترف أبدا بالمجلس الانتقالي ولا بحكومة جديدة في ليبيا. وأشار الرئيس بوتفليقة أن الجزائر مستعدة لاستقبال القذافي نفسه بعدما استقبلت عائلته. صرح الرئيس الجزائري بوتفليقة أن الجزائر لن تقيم بعلاقات مع ثوار الجردان. الجزائر مع القذافي ظالما مظلوما، والجزائر ستحارب الجردان الثوار. كما أن الجزائر ستكون ضد الشعب الليبي على طول السنين. إن الجزائر لن تعترف أبدا بالمجلس الانتقالي ولا بحكومة جديدة في ليبيا. وأشار الرئيس بوتفليقة أن الجزائر مستعدة لاستقبال القذافي نفسه بعدما استقبلت عائلته. صرح الرئيس الجزائري بوتفليقة أن الجزائر لن تقيم بعلاقات مع ثوار الجردان. الجزائر مع القذافي ظالما مظلوما، والجزائر ستحارب الجردان الثوار. كما أن الجزائر ستكون ضد الشعب الليبي على طول السنين. إن الجزائر لن تعترف أبدا بالمجلس الانتقالي ولا بحكومة جديدة في ليبيا. وأشار الرئيس بوتفليقة أن الجزائر مستعدة لاستقبال القذافي نفسه بعدما استقبلت عائلته. صرح الرئيس الجزائري بوتفليقة أن الجزائر لن تقيم بعلاقات مع ثوار الجردان. الجزائر مع القذافي ظالما مظلوما، والجزائر ستحارب الجردان الثوار. كما أن الجزائر ستكون ضد الشعب الليبي على طول السنين. إن الجزائر لن تعترف أبدا بالمجلس الانتقالي ولا بحكومة جديدة في ليبيا. وأشار الرئيس بوتفليقة أن الجزائر مستعدة لاستقبال القذافي نفسه بعدما استقبلت عائلته. صرح الرئيس الجزائري بوتفليقة أن الجزائر لن تقيم بعلاقات مع ثوار الجردان. الجزائر مع القذافي ظالما مظلوما، والجزائر ستحارب الجردان الثوار. كما أن الجزائر ستكون ضد الشعب الليبي على طول السنين. إن الجزائر لن تعترف أبدا بالمجلس الانتقالي ولا بحكومة جديدة في ليبيا. وأشار الرئيس بوتفليقة أن الجزائر مستعدة لاستقبال القذافي نفسه بعدما استقبلت عائلته.